هذه دعوة نتطلع دائما إلى تكرارها، لأن البيوت هي الملاذات الآمنة من هذا العدو الخفي. الحالة الصحية لجميع المصابين 91 مستقرة والحمد لله. لدينا 18 حالة تعافي، وننتظر إن شاء الله المزيد من حالات التعافي خلال الأيام القادمة بعد أن تجتاز الحالات فترة الحضانة 14 يوم، ولا سيما في منطقة بيت لحم. اليوم تم تسجيل 6 حالات جديدة. الحالات الجديدة بقرية رطاس وبيت إسكاريا اللي هي مجمع وسط المستوطنات في منطقة عصيون، بضم 650 نسمة وعلى أرض 7000 دنم. هؤلاء المواطنون هناك يقاومون ويتحدون الاستيطان، والآن هم يعانون من الحالة الوبائية بوقوع إصابة لديهم، وهي لشاب عمره 19 عام. والإصابات اللي حصلت في رطاس هي لزوج السيدة المصابة بالأمس وعمره 62 سنة، ابن أختها وعمره 19 سنة، وابن أخوها كمان عمره 17 سنة وهو من بيت إسكاريا ابن أخوها، وأختها أيضا مصابة. وهي كانت طبعا، يعني ليش بنقول إنه خليكوا في بيوتكم؟ لأنه كانت في زيارة عائلية من رطاس لبيت إسكاريا، وبالتالي حدث هاي المخالطة. فإحنا بنقول دائما إنه هذا الفيروس ما بيطرق عليك بابك وبيجي بيده يدخل. هذا الفيروس أنت بتطلع من بيتك وبنسل معك بإيدك أو بجيبتك ملابسك بأي طريقة، وبيدخل معك لبيتك وبيحدث ما يحدث من عملية إصابات في الأطفال والعائلة. حتى نتجنب هذا الانسلال للعدو الخفي لبيوتنا، خلينا نقوي في بيوتنا وما نطلع منها حتى ما نأذي أطفالنا. كمان في حالتين، في حالة في حزمة وهي حزمة شمال القدس، 29 سنة لشاب عمره 29 سنة، والثانية في القبيبة. اللي في القبيبة هي شقيقة إحدى المصابات في قرية بدو، كانت بزيارة هناك واتصابت وهي بالعشرينات وهي متزوجة في القبيبة. هاي كمان إشارة إنه إحنا كل الإصابات بتصير من المخالطة والزيارات الودية اللي بتنجم عنها مثل هاي الإصابات غير المقصودة. ولكن أنا حبيت أحكي لكم هاي العلاقات بين المصابين بسبب حتى تتنبهوا إنه ممكن أخوك أو أختك أو بنت أخوك أو أي قريب إلك بزورك أو أنت بتزوره ممكن يتسبب لك مثل هاي الإصابات. فبالتالي تجنبوا الزيارات العائلية واحرصوا على التباعد الاجتماعي، يعني ابتعد تسلم. كل ما تباعدنا في زمن الكورونا